مساء العسل على الناس العسل، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. انتوا اخباركم ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض كده، مكملين بقى كحك العيد يا بسكويت. فهنعمل النهارده المنين بالعجوه والقراقيش، وكمان منين اسمه ايه؟ قولي معايا. ملبن. ويلا بقى نقول بسم الله. احنا عملنا مع بعض طبعا البسكوت والبيتي فور. النهارده بقى هنعمل منين. معايا 2 كيلو كده من الدقيق وكيلو زبده، ومعايا عجوه كده شوحتها على البوتاجاز، حطيت لها معلقه زبده وشويه سمسم ورشه فانيليا وشوحتها على البوتاجاز. وكمان خدت معلقه زبده حطيتها على الملبن بتاعه وجوز هند، ورحتي دعكاه. وكمان عملتي شمر وينسون، شوحتهم على البوتاجاز وفرمتهم نص فرمه. وخلاص كده حضرت حاجتي جنبي، معايا سمسم، معايا كيسين خميره، ومعايا بيكنج باودر. يلا بقى نقول بسم الله. نخلتي اول حاجه كده هوت الدقيق، ال2 كيلو دقيق نخلتهم كويس جدا. وبعدين هحط كيسين الخميره عليهم معلقتين من السكر، واحط عليهم نص كوبايه ميه، واسيبهم اشوفهم هيتفاعلوا معايا ولا لا، علشان لو الخميره بتاعتك مش شغاله ما تبوظيش الدنيا كلها. لو حطيتيهم على الدقيق على طول خليهم بره كده، آه على في ميه دافيه يعني يخمروا معاكي، وبعد كده تحطيهم على الدقيق. وبعدين هركنهم كده على جنب، وهحط بقى على الدقيق احط سمسم. حطي بقى معلقتين 3 كبار من السمسم، وحطي برضو معلقتين كبار كده من الشمر وينسون، كتري انا بحبه جدا. وهحط كمان رشة من البيكنج باودر، حوالي نص معلقة او معلقة صغيرة. حطي بقى كده 4 معالق سكر، وحطينا 2 على على الخميرة، يبقوا 6 معالق سكر على الدقيق. تمام. هنا بقى الخميرة بتاعتي فارت، نزلت بيها. وكمان سيحتي قالب الزبدة اللي هو كيلو زبدة، سيحته مش وسخن بس مش قدحته. تمام كده. عايزة تقدحيه دحيه مفيش مشكلة. هبدأ بقى اقلب كده كله مع بعضه. وكده المنين بتاعي خلص. مفيش اسهل من كده، سهل جدا، المقادير مظبوطه جدا على الشعره. هتشوفي في الاخر الحاجه مظبوطه ازاي وناعمه وجميله ازاي. بسي بقى العجين كله كده بايديكي، ودخلي العجين في الزبده كده من فوق لتحت وايه، وابدأي كده ايه بسي يعني ما تعجنيش، بسي كده دي السمنه بالدقيق. تمام كده. حطينا في الاول نص كوبايه ميه، هنحط كمان كوبايه ونص ميه. الميه معانا دافيه يا بنات، ماشي. هنا هنزل بكوبايه، وبعدين هنزل بنص كوبايه، يبقى كل الميه اللي معانا كوبايتين من الميه. تمام كده. يبقى كوبايتين من الميه دافيين دي، عشان المج ده بتاعي ده كبير. لو كوبايه شاي العاديه، المج العادي هياخد معاكي من كوبايتين لكوبايتين ونص ميه. ماشي كده. انا عجناه الاسماء خد معايا كوبايتين ونص ميه من المج العادي. انا المج بتاعي ده كبير، فخد معايا كوبايتين بس. ماشي كده حبايبي. طبعا كتر الميه بتنشفه، ما تقوليش لا دي محتاجه ميه. لا لا لا، مفيش الكلام دوت. الميه بتنشفه، خلي بالك ان كتر الميه بتنشف العجين معاكي. تمام. مش بتطريه خالص. فانت اول ما تلاقي العجينه لمت معاكي وبقت ناعمه وطريه كلها حنيه كده، تعرفي ان العجينه خلاص. هتاخدي حته في ايديكي وتشوفيها. مادام ما شققتش معاكي يبقى العجينه معاكي كده زي الفل، وتشتغلي بيها على طول. انا هغطيها بكيس بلاستيك وهبدا اشتغل بيها على طول. تمام بقى. بس كده مش هسيبها تخمر ولا اي حاجه، هي كده كده هتخمر معايا في الصاجات، وكمان بتخمر وهي في الطبق. هاخد حته كده هفردها كويس جدا، هفردها رفيع مش هخليها تخينه، وفي السمك يعني سنتي، حاجه بسيطه جدا. وبعدين هكور كده معايا بقى سمسم، ومعايا بقى هنا الملبن، ومعايا كمان العجوه. اظبطي بقى الجناب بتاعتك. وبدا انا دي اسهل طريقه وبحبها جدا جدا، بتطلع كمان الصوابع معاكي حلوه قوي بتاعه المنين. خدي بقى، انا جايبه هنا على فكره العجوه الجاهزه، مش اللي انا اجيبها بلح وافصصها واعملها. لا، انا جايبها جاهزه على طول، نوع نضيف عشان ما يبقاش فيه تراب ولا اي حاجه. لفه واحده، وبعدين هبدا اقفل كده كويس جدا عشان ما تفتحش مني وهي بتستوي. تمام. الصباع رفيع، هبدا بقى اقفل كويس واقطعه كده الحجم اللي انا عايزاه. وبعدين هنزل في السمسم. بصوا بقى، انا بقى هنا يا بنات بجيب صفار بيضة وعليها رشة من الفانيليا، وبدهن الوش صفار البيض، وبعد كده رش السمسم. بس الصراحة انا نسيت اجيب بيض،
فهنزل على طول كده في السمسم. وبرده بيطلع حلو قوي. تمام. بس عشان السمسم ما يقعش منك، هاتي صفار بيضة وحطي عليها رشة فانيليا، وابدأي ادهني الوش بعد ما تخلصي ورش عليه سمسم. انا بعد ما عملت الصباع هوريكم تاني كده، هي لفة واحدة وهقطع وبعدين اقفل وبعدين اقطع الصابع زي ما انا عايزة وبرومين بس كويس كده على الترابيزة، وبعدين هروح مقطعاهم ومبططاهم حاجة بسيطة كده علشان هيخمروا معايا تاني زي ما قلتلك في الصاجات. عقبال ما بتساوي بيكون الصاج اللي انت عملتيه يكون خمر. هعمل كده برضو نفس الطريقة ديت بالملبن. حلو قوي. الملبن بقى مش هحط له سمسم، انا هحط له جوز هند. عايزه تحطي سمسم تمام، عايزه تسيبيه كده تمام، مش حابه تحطي له حاجه خالص عادي مفيش مشكله. هنا برضو هكور كده الملبن. طبعا انا عامله له سمنه، حاطه له معلقه زبده وحاطه له شويه جوز هند وعجناه في بعضه، هيبقى سهل معاكي جدا وانت ايه بتشكليه. ماشي كده يا قلب اختك. ماشي كده عملنا البسكوت زي الفل. جربي وقوليلي. عملنا كمان البيتي فور. المقادير مظبوطه جدا جدا، ان شاء الله تعجبك. معتمدينها ما بنغيرهاش كل سنه الحمد لله. معايا هنا بقى جوز هند. هحط كده العجينه في قلب الجوز الهند وخلاص. على كده هروح بقى اكمل بقى كل الكميه وارجعلك واوريكي منظر الحاجه بقت عامله ازاي. تحفه جدا. بس هنعمل واحده كمان وخلاص على كده، وهروح اقعد بقى على الترابيزه جنب الفرنه واقعد بقى اسوي واقعد اشكل. والحاجه طلعت زي الفل ان شاء الله هتشوفيها وهتعجبك جدا. جربي المقادير دي سهله، ما خدش مني وقت خالص. ما شاء الله اللهم بارك. والاتنين كيلو هيرمي معاكي كميه حلوه. حطي بقى في صاجات مش مدهونه اي حاجه، والتسويه هتبقى على 200. انا الصراحه كنت بسوي كمان على 250، بخليها مثلا 10 دقايق من تحت وبعدين اطلعها من فوق وخلاص على كده. شايفين الجمال؟ شايفين المنظر؟ الحاجه كده استوت وبقت جميله وطلعت وبقت. شايفين التسويه قمر. انتي بقى حسب الفرنه بتاعتك، لو حاميه سوي على 200 180 بالكتير قوي. شايفين ناعم جدا وطعمه تحفة ولا ريحته حكاية. بجد استعملي الزبدة. الزبدة نفس سعر السمنة العادية بس انضف واحلى. لو فرقت 5 جنيه ولا حاجة بس استعملي الزبدة هيظبط معاكي جدا. ده اللي عملناه، حطينا على وشه بعد السمسم ما خلص حطيت على وشه جوز هند، وده اللي بالملبن تحفة وطعمه تحفة. انا مش هقعد اشكر بقى كتير في الحاجة. شايفين التسوية؟ جربي وادعيلي دعوة حلوة بجد والله، عشان الحاجة بجد هتعجبك جدا. وبقت العجينة اللي فاضت عملتها منين؟ كل ده بنفس العجينة. منين كده سادة. انا عندي زوجي بيحبه بيشرب بالشاي، حلو جدا جدا للفطار، ناعم جدا. يلا بقى لو ما حطيتيش اللايك لحد دلوقتي حطي لايك، عشان انا زعلانه منكم مش بتحطوا لايك خالص خالص خالص. حطي لايك بالله عليكي. يلا خشي نوريني بقى واشتركي في القناه ان شاء الله هتعجبك. وبألف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. واشوفكم ان شاء الله على خير. مع الف سلامه.